السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة هنحتاجها مع بعض نص كيلو من الدقيق، عليه نص معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة برضو من الزعتر المجفف، وحوالي معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخل. هتقلبيهم كويس مع بعض، وبعدين هتنزلي عليهم بكيس من الخميرة الفورية. هتقلبي الدقيق مع الخميرة كويس عشان خاطر تتفاعل مع بعض. وبعدين تبدأي تنزلي بقى بكوباية من الزبادي. طبعا دي اختياري، ممكن تحطي مكانها لبن بودرة لو موجود، لو مش موجود ممكن تحطي لبن رايب. لو ما عندكيش لبن رايب هتحطي لبن عليها حوالي معلقتين من الخل، وتروبيه يعني في البيت، وبعد كده تعجني بيه. اي حاجه من الحاجات دي متاحه عندك اعجني بيها. تبداي تنزلي باللبن شويه بشويه كده، او ممكن ميه دافيه المتاحه عندك. شويه بشويه لحد ما العجينه تتماسك معاكي. هي هتبقى ملزقه لان احنا لسه لحد دلوقتي ما حطيناش اي ماده دهنيه. انت هتبداي تعجني بيها كده لحد ما تلاقي انها ملزقه بس اتلمت. هتنزلي عليها بقى بربع كوبايه من الزيت. لو في زيت زيتون تمام، مفيش ممكن زيت ذره، زيت عباد، المتاح عندك. هتبداي بقى تعجني وتلمي العجينه كويس كده معاكي لحد ما تتلم زي ما انت شايفاها. وبعد كده تغطيها وتسيبيها في مكان دافي لمده ساعه لحد ما تخمر. هتعملي بقى الصلصه بتاعتنا او الصوص اللي هتحطيه على وش البيتزا. اول حاجه هتنزلي بشويه من الزيت كده، هتنزلي عليهم باربع فصوص من الثوم المفروم وتحمريها. انا مش عايزاها تاخد لون، انا بس مجرد ما تشمي ريحتها هتنزلي بالصلصه بتاعتك. تبتدي تنزلي بقى بالتوابل بتاعتك، حوالي نص معلقه صغيره من الملح والفلفل والكزبره، الكزبره الناشفه، وكمان نص معلقه من الزعتر. هتاخد كده غلوتين مع بعض، وهتطفي عليهم وتسيبيهم تبرد تماما قبل ما تحطيها على العجينه بتاعتك. هنا العجينه كانت خلاص خمرت زي ما انت شايفاها والحجم بتاعها اتضاعف. هتبداي بقى تقرصيه على حجم الصينيه بتاعتك. واهم حاجه ان انت تدهني الصينيه من تحت زيت كويس. وبعد كده هتحطي العجينه او الكره اللي انت كورتيها. هتبداي تفرديها بايدك كده، طبعا هي لسه مرتاحتش، انت بتفرديها نص فرده الاول، وبعد كده تسيبيها ربع ساعه، وبعد كده تكملي فرد زي ما انت شايفاها كده. تبدأي بقى بالشوكة تخرميها كده. وبعد كده تحطي على وشها الصلصة بتاعتك. انا الكمية عملت معايا بيتزتين، فانا هعمل معاكي بيتزا مشكل جبن وبيتزا تانية مارجريتا. هنا ننزل بقى بالصلصة. هترش رشة كده من الجبنة الموتزاريلا على الصلصة الاول قبل الخضار علشان خاطر تطري العجينة معاكي. رشة بسيطة كده. وبعد كده هتنزلي بالطماطم والفلفل والزيتون وجبنة رومي، ولو عندك جبنة شيدر تمام، وجبنة موتزاريلا تاني على الوش. الخطوات خطوة بخطوة معاكي اهو. اهم حاجة نوع الجبنة تكون كويس عشان خاطر تسيح معاكي وتبقى تدي مطة حلوة يعني.
هنا البيتزا مشكل جبن، ما حطيتش فيها خضار خالص، انا حطيت جبن بس. وطبعا زي ما قلتلك اهم حاجة انواع الجبنة. انا الجبنة بتاعتي للأسف ما كانتش احسن حاجة، فمسحتش بشكل حلو يعني، بس العجينة طرية وفيها طراوة وجميلة جدا وطعمها جميل جدا. هتشغلي الفرن، طبعا تكون الفرن سخن قبل ما تحطي العجينة بتاعتك او قبل ما تحطي الصواني بتاعتك، على درجة حرارة 200. الرف يعني تحطيها الاول على الرف اللي تحت، اول ما تاخد لون ذهبي من تحت ترفعيها تاخد لون على الشبكة، تاخد لون والجبنة تسيح كده على الشبكة. طيب لو الفرن بتاعك حامي حطيه على الرف اللي في الوسط، يعني الرف اللي في النص، وشغليه من فوق ومن تحت. هي في العموم مش هتاخد وقت معاكي خالص، يعني ربع ساعة بالكتير هتبقى استوت. ما تسيبهاش في النار كتير ولا توطي النار عليها علشان خاطر ما تنشفش معاكي من تحت. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. شكرا.